هاي ازيكم. النهارده هكلمكم عن فيلم أنف وثلاثة عيون. اكيد سمعتم الاسم ده قبل كده. فعلا الفيلم تم انتاجه في السبعينيات وبالتحديد سنه 1972، وكان من بطوله محمود ياسين، ماجدة ميرفت امين، ونجلاء فتحي، ومن اخراج المخرج الكبير حسين كمال. وبما ان الفيلم ماخوذ عن قصه للكاتب الكبير احسان عبد القدوس اللي كان مشهور جدا في فتره السبعينيات ان معظم رواياته كانت بتتعمل افلام، فكان لازم يتعاد الفيلم مره ثانيه. بالفعل المخرج امير رمسيس اعاد تصوير الفيلم، والبطوله هتكون لظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى ابو ضيف، امينه خليل، واللي هتظهر في الفيلم كضيفه شرف بعد اعتذار دينا الشربيني عن الدور. لكن اكيد المعالجه الدراميه هتكون مختلفه. نروح للقصه اللي بتحكي عن الدكتور هاشم طبيب التجميل المشهور اللي كل شويه بيدخل في علاقه مع واحده بتكون شخصيتها وحياتها مختلفه تماما عن اللي قبلها، وده لانه شخصيه مشتته ومش عارف هو عاوز ايه. اما عن عرض الفيلم فتم عرضه العالمي الاول في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي يوم الاربعاء 6 ديسمبر اللي فات، وعن عرضه في السينمات فالشركه المنتجه اعلنت ان هيتم عرضه يوم 31 يناير اللي جاي. في الاخر عاوزه اقول لكم انه اكيد هتحصل مقارنه ما بين النسخه اللي هتتعرض كمان اسبوعين والنسخه اللي اتعرضت في السبعينيات من حيث الاخراج واداء الممثلين، بس خلينا ما نسبقش الاحداث ونستنى انف وثلاثه عيون في نسخته الجديده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس.